تعرضت لكذا موقف ودخلت فيه مع البوليس، والشرطة اجت كمان لعندي على البيت واجت كمان لعندي على الشركة، وكان موقف جدا سيء. الشغلة اللي موجودة عند كل العرب والسوريين بألمانيا هي السبب اللي خلتني أنا أعمل تيك توك. أنا إذا في منافسين للأرقام اللي عندي ممكن، للأسف في محتويات شخص يمسك تليفون بصور هيك بيحكي كلمتين، ممكن بذيئات، ممكن حلوين، ممكن سيئين. صحيح. ترند. بدخل على المطبخ وبنحمر كوسة. بابتسامته الجميلة وضحكته الحلوة جمع حواليه أكثر من 1,000,000 شخص متابع على التيك توك من جوا ألمانيا ومن برا ألمانيا. ناس حبوه لابتسامته ولضحكته، ناس حبوه لحبه لمهنته. بسبب حبه وشغفه بهي المهنة شجع المئات من الأشخاص المتواجدين داخل ألمانيا لحتى يعملوا نفس هالمهنة رغم أنه ما كان عنده الاهتمام فيها نهائيا أو فكرة فيها نهائيا. شخص معروف بغنى عن التعريف، المهنة مميزة، كتير ناس تابعوه على التيك توك وبيعرفوه. ولكن بمختصر أبو العباس الضحكة والوجه البشوش دائما حيعرفنا على ما خلف أبو العباس، خلف ما اسم أبو العباس. تحياتي لكل المشاهدين جميعا، ونورتنا أخي أبو حميد، وكل الحب والاحترام لكم جميعا. أنا أبو العباس محمد طعان. القليل بيعرفني محمد طعان وبيعرف مثلا اسمي، الأغلب بيعرف أبو عباس. أنا من مدينة خان شيخون من محافظة إدلب من سوريا، مقيم في ألمانيا من 9 سنوات، أعمل سائق شاحني، متواجد على التيك توك. عندي الحمد لله أكثر من 1,300,000 متابع من جميع الدول العربية والأجنبية. هدول بعتبرون عائلتي الثانية. عمري 40 سنة بس شايف شباب ما شاء الله 40 سنة 40 وجهلة 40 يا رب تعين بيني وبينكم يعني. وطبعا هذا شيبي من كان عمري 9 سنين. في كتير ناس بتسألني على موضوع شيب. كل الحب والاحترام لكم، نورتنا يا صديقي أبو حميد. شكرا لك كتير على الاستضافة الجميلة، وأنا سعيد جدا أنه أنت أحد ضيوفنا بهذا البرنامج. بعد ما أخذنا فكرة صغيرة عن ما خلف أبو العباس، هلأ صار وقت كشف الأسرار. كشف المستور. نعم. السؤال اللي كتير ممكن الناس حيروا أو حابين يعرفوه، أنت إمتى بدأت على التيك توك؟ وشو كان السبب الرئيسي أو الطريقة اللي بدأت فيها؟ سؤال جميل ما تعرض لإلي من قبل بصراحة. أنا صار لي تقريبا حوالي 7 سنوات إلا شهر أو شهرين بشتغل بنفس الشركة اللي أغلب الناس بتعرفها وشافتني وشافت شغلي فيها. ثابت ما عم غير، الحمد لله مرتاح. ممكن نحكي بتفاصيل. الشغلة اللي موجودة عند كل العرب والسوريين بألمانيا هي السبب اللي خلتني أنا أعمل تيك توك. نحن كسوريين وكعرب أكثر الناس عندنا حياة اجتماعية، وبألمانيا للأسف الشديد والأغلب بيعرف نسبة الحياة الاجتماعية تعد شبه معدومة. كنت أطلع على الشغل بشكل يومي، أحكي على التليفون مع زوجتي مع الأولاد، يعني بدي أتسلى ضيع وقت، حياة اجتماعية ما في. فعرضت علي أم عباس إني أنا أعمل تيك توك أتسلى مع الناس وأتسلى مع الأصدقاء مشان ما ضل ضايج ومالين. مع أنه أنا كنت ضد السوشيال ميديا، ليش؟ ما بعرف. نزلت تيك توك بس ما عرفان شو بدي أعمل فيه. نشرت فيديو بأحد الأيام إنه ليش بالحدود السويسرية الألمانية ما في قرمة. ألمانيا تودعكم، سويسرا ترحب بكم. يعني عبارة عن سؤال هيك يعني من الضجر. فنمت فقط لقيت في كمية كبيرة من المتابعين، كان تاريخه 21/2/2021. حفظان التاريخ كمان. نعم. فنشرت هالفيديو ونمت فقط الصبح لقيت كمية هائلة من التعليقات انه سائق شاحني كيف شلون. حسيت الناس عم بتسأل ومهتمة بالموضوع. شو بدي انشر ما بعرف. فدار حديث بالبيت انه انا شو بدي اعمل. فاقترحت علي زوجتي
هاد يعني الاسم الخاص بصفحتي والهاشتاج الخاص فيني، يوميات سائق شاحني في ألمانيا. هيك اسم صفحتي وهاشتاج أنشأته على هذا الأساس، وإني انشر حياتي اليومية العملية اللي بتخص العمل والشيء اللي بيكون خاص فيني فقط لا غير. أسئلة الناس هي اللي خلتني أعمل محتوى. سؤال كيف بنطالع شهادي؟ جواب. سؤال ورا سؤال، سؤال ورا سؤال. وكانت بداية صفحتي للي متابعني وبيعرفني كلها عبارة عن أسئلة وأجوبة، وهو هذا الشيء اللي خلاني أكون على التيك توك، الحياة الاجتماعية، وبعدين حب مساعدة الآخرين بهذا المجال، لأنه أنا بعتبره من المهن المتوفرة والأفضل في ألمانيا. يعني نحن بداية لازم نقول الشكر لأم العباس. أي الشكر لأم العباس لأنه خلتنا نتعرف على الضحكة الجميلة. دخيل عينك. أنت قلت بمقاطع الفيديوهات لما كنت تصور على الشاحنة كنت تحكي عن الفولفو ولا المرسيدس. الناس كانوا يقولوا إنه أنت بتضحك أكثر لما تطلع بالفولفو، شو السبب يعني؟ نعم. أي نوع بتحب أكثر؟ على الحب مبين واضح من الفولفو متضحكة، يعني ما في داعي أكثر. ما راح أحكي لكم شو في سيارة تحت، اكتبوا لنا بالتعليقات. فموضوع المرسيدس والفولفو مثل ريال مدريد وبرشلونة، جمهور صعب انه يتفق. انا اليوم اذا كنت مالك شاحنة انا راح اشتري مرسيدس. اما انا اذا كنت سائق انا راح اختار فولفو او سكانيا، لانه انا بدي اختار رياحتي ان كنت سائق، وبدي اختار رياحتي إذا كنت صاحب إذا كنت مالك. خطير يا أبو العباس، تفكير خطير جدا. طب أنت ما كان بداية بمجرد لما فتحت التيك توك كان موضوع فقط إنه تسلية، ما فكرت إنه مشان المادة نهائيا، أو ما فكرت إنه ممكن لا أستفيد إنه أعمل كدخل منه؟ ببداية التيك توك بهذاك التاريخ الأغلب بيعرف إنه بهذاك التاريخ ما كان في فوائد مادية بالتيك توك. ما كان في أرباح. الهدف الأساسي هو الحياة الاجتماعية اللي كانت ناقصتني وما زالت ناقصة كل من عايش على الأراضي الألمانية. طب مين الشخصية اللي بتعتبرها هي منافسة لك على التيك توك؟ الشخصية اللي منافسة لإلي على التيك توك ما كنت هلأ أنا عم بشرح لك إنه أنا أنشأت صفحة اسمها يوميات سائق شاحنة في ألمانيا. بس بتعتبر إنه في لك حاليا شخصية إنه أعلى منك أو منافسة؟ أوكي، منافسة. رونالدو وميسي بيتنافسوا مع بعضهم ممكن على الكرة الذهبية. أنا إذا في منافسين للأرقام اللي عندي ممكن، لا مش على الأرقام، بس إذا في منافسة ما راح يكون في منافسة، لأنه أنا عم بنشر شغلي وعملي شيء خاص فيني. فالمنافسة بهذا المجال وين راح تكون؟ أنا بعتبر ما في منافسة. نمبر 1. طيب بتحب تشوف حدا على التيك توك؟ حدا بتتابعه؟ يعني مين طبعا مثلا؟ طبعا. هلا مشان ما حدا يزعل من الأصدقاء، في كتير أشخاص معروفين بمجال العمل بينشروا محتوى جميل، إن كان بسائقين الشاحنات أو بغيره. في أكثر بشكل عام بدنا نحن بشكل عام، مش بخصوصي بسائقي الشاحنات، شخص بتحبه أكتر شيء على التيك توك تحب تشوفه، يعني بينشر فيديوهات. اي طبعا. هلا في كتير المشكله، انا اسف جميعا يعني هلا ما بدك تزعل حدا يعني، هو عم يشد الحيف ما بيقدر، عم يشد كل الاطراف. في اصدقائي سائقين يعني ان كان داخلين جدد وان كان قديمين وان كان على فيسبوك او على تيك توك او على يوتيوب بينشروا. يعني انا حاختصر، ما حاذكر اسماء راح اختصر. اي شخص بينشر شيء بخصه شخصيا، عمل أو شيء جميل، أنا بحبه وبتابعه بصراحة. بدنا جواب واضح صريح، شخص بدنا اسم. شخص اسم بدنا اسم. اسم واحد، اسم أو بس الأكثر يعني بدنا نمبر 1 اللي برأيك. هلا كونه أبو عدنان عنده صفحة على التيك ملك السعادة وبينشر سيارات يعني، فأنا بتابعه بصراحة. وبنفس الوقت آسف أصدقائي جميعا كلكم تابعكم بدون ذكر أسماء بيناتكم، أحبكم بيني وبينكم.
طيب قديش بتطلع بالتيك توك؟ صار يعني. ايه ماني كيل. السؤال الجميل بالوقت الحالي عندك عن اللي راح. هلا انت وانا نعرف موضوع الدخل المادي من التيك توك. هلا بكذب عليكم اذا بقولكم ما في مدخول جيد، بالعكس في مدخول جيد، بس ولكن السوشيال ميديا يعني هي عبارة مثل ضربة الحظ. يعني انت بتنزل فيديو اليوم ممكن 1,000,000 شخص يشاهدوا، صحيح، حيجيك مدخول ممتاز. ممكن تنزل فيديو يجيب لك 20-30 ألف مشاهدة، راح يجيب لك مدخول سيء. يعني هلا أنا اليوم منزل فيديو ما جاب 100,000، طب بس امبارح منزل فيديو جاب 2,000,000 مثلا. طب دخلك الحالي ممكن يكفيك انه تعيش وتترك السوشيال، تترك الشاحنة؟ سؤال جميل. مدخول التيك توك ممكن يخليك تترك الشاحنة وتقعد بالبيت. طيب، ما أنا ذكرت ببداية مقابلتي معك، ببداية حديثنا، إنه عنوان صفحتي يوميات سائق شاحنة في ألمانيا. يعني أنا المحتوى اللي أنا بقدمه هو نفسه اللي برد لي أرباح. أنا لنفترض تركت الشاحنة، قعدت بالبيت، شو بدي أنشر؟ تدخل على المطبخ. بدخل على المطبخ وبنحمر كوسة، ممكن يصير محتوى. يعني ما بتفكر هيك بالايام تترك مثلا الشاحنه او تتحول لغير مواضيع او غير محتوى؟ هلا ليك بصراحه للجميع نصيحه. اليوم انت لما بتحب عملك صدقني راح يصير عندك هوايه، وراح يصير عندك شيء تحس حالك عم تمارس مثل الرياضه. يعني ما راح تتضايق نفسيا. والإنسان بدون عمل حتى لو كنت تملك مليارات الليرات، أنا بعتبر إنسان يعني صفر على الشمال. إذا بيكون ما هو عم يشتغل، عم يشتغل على السوشيال ميديا كمان عم يشتغل، هذا عمل، بس أنا شخصيا بعتبره ما هو عمل. أنا عم بحكي عن شخصي، أنا آسف بعتذر من الجميع ومع احترامي لكل شيء موجود على السوشيال ميديا. ليش؟ لأنه ما فيه مثلا جهد برأيك أو مثلا ما فيه مجهود خارجي؟ بعتبر إنه أنا هذا في اعتماد على الآخرين. رأي شخصي يعني. بالنهاية كمان إذا شخص ما يعني سوى محتوى جذاب ما هيشوفوا الناس، ما فيه يعني. صح، بس في كتير محتويات للأسف، مع إنه سؤال شوي بخلاني أطلع فيه بس راح كفيه معلش. للأسف في محتويات شخص ممسك تليفون بصور هيك بيحكي كلمتين، ممكن بذيئات، ممكن حلوين، ممكن سيئين. صحيح، ترند. صحيح، في هيك وفي هيك. طيب خلينا نطلع شوي من التيك توك وندخل شوي بحياتك الشخصية. آخر كذبة كذبتها أو مثلا شغلة نعتبرها كذبة. آخر كذبة الثلاجة. شو هذا موضوع الثلاجة؟ تفضل نجيب. الثلاجة كذبة ما بحسن نصرح عنها. صراحة هي آخر كذبة كذبتها ومستمرة صراحة. شوقتنا كلياتنا نعرف شو قصة الثلاجة. حاليا أنا آسف ما فيني أجاوب على هذا شغلة كبيرة شكلها. بس موضوع الثلاجة هي كذبة جميلة ورائعة. طيب ندخل شوي بالنسبة للعمل. موضوع عملك أنت تعرضت لمواقف، ذكرت بفيديوهات أنت تعرضت لمواقف صعبة، منها إنه مثلا مشاكل بالعمل. احكي لنا مثلا أو اذكر لنا موقف صعب تحسه خلال ال7 سنين أو كل مدة عملك داخل ألمانيا، أصعب موقف مر عليك. هلا بصراحة ببداية صفحتي تعرضت لمشاكل كتير بالنسبة لموضوع نشر الفيديوهات، وصار في شكاوى بصراحة علي بالشركة اللي أنا بشتغل فيها. تعرضت لكذا موقف ودخلت فيه مع البوليس، إن كان بالشركة اللي أنا بشتغل فيها وإن كان بالبيت. والشرطة اجت كمان لعندي على البيت واجت كمان لعندي على الشركة، وكان موقف جدا سيء بالنسبة لي. هذا يعد من أسوأ المواقف، وبنفس الوقت كتير بحب هذا الموقف. السبب انه في ناس مثلا ما حبت لك الخير. يعني انا عم اشتغل على سيارة
وشخص عرف السيارة، عرف الشركة، أو شخصين أو ثلاثة، يعني حتى لو بعرفهم ما حأذكر أسمائهم. بعتوا إيميلات على الشركة إنه هذا السائق عم يحكي عليكم وعم بيشوه سمعتكم وعم بيسيء لألمانيا وعم بيسيء للشركة اللي هو بيشتغل فيها وعم بيسبب خطر على المجتمع الألماني. متابعين على السوشيال ميديا اللي قدموا عليك الشكوى، يعني مش من موظفين من الشركة نفسها. لا أشخاص عرب متواجدين في ألمانيا للأسف. شيء فظيع بصراحة. كان أكثر موقف مزعج وسيء بحياتي بألمانيا، وكمان له فائدة رح أحكي لك عليه. تفضل. فإجت البوليس سألونا طبعا وشيء اسمه تحريض وما تحريض. طبعا أنا محتواي عربي، لهيك اتأخرت التحقيقات في الموضوع لبين ما صار في مترجم وصار في سين وجيم ونعرف شو المحتوى اللي أنا بنشره. كل الشكر لشركة دينكينغا طبعا، وقفوا معي قلبا وقالبا. الشيء المزعج أكثر شيء هو في كتير مزعج، يعني كل ما بقول في شيء مزعج في شيء مزعج، بس الشيء المزعج أكثر أنه يعني في عرب قدموا عليك شكاوي. هاي كانت تحز بقلبي انه عربي مثلك مثله وعارفان محتواك شو هو، يعني ما فيه يعني شيء من اللي عم تدعي فيه. بالضبط، هاي كانت تحز بقلبي. والشركة وقفوا معي. وعلى فكرة نعمل مداخلة بسيطة، انت كسائق شاحنة او عم تشتغل في ألمانيا انت ممنوع تنشر شغلك وعملك بدون موافقة صاحب العمل وموافقة خطية، او تتعرض الى مخالفة جدا كبيرة بهذا الموضوع. لانه في شيء اسمه الدعاية المجانية، والدعاية المجانية اللي ما بيعرفها بتمنى انه يبحث عنها مشان ما يتعرض لمواقف سيئة. فصار في عقد بيني وبين الشركة مشان السوشيال ميديا، مشان نشر الفيديوهات، مشان مقابلات. أنا بعمل فيديوهات لشركتنا على مواقع تانية، في مقابلة على التلفزيون الألماني صارت، في على اليوتيوب، على عدة شركات باللغات الألمانية ما أنا موجودة عندي بالصفحة للأسف، مشان تعرف أنت حقوق نشر وما شابه ذلك. يعني في علاقة مشتركة بيني وبين الشركة. بس يعني بالنهاية بعد ما جت هاي الشكوى أصبح أمورك أفضل. طبعا أنا اللي وصلني لهذا الحكي إني أنا أعمل فيديوهات مع الشركة، أو أعمل مثلا فيديو بقناة تلفزيون ألمانية، أو أعمل دعاية لشركتنا. طبعا كله هذا مأجور الثمن. يعني هاي بالنهاية رزقة إجتني، بس إجتني على بطريقة سيئة طريقة سيئة. يعني شخص سألك لحتى أنت إجاك الخير. أنا بالعكس كنت بحب أنه شخص يكون يعني هو نقل صورة جيدة واستفدت أنت، مو العكس. يعني هو في رب العالمين بقول لك مثلا أرادوا لك الشر ولك رب العالمين جزاك فيه بالخير. بالضبط بالضبط، هو هذا اللي صار معي. فهذا الموقف كان جدا سيء. يعني حتى البوليس اجى لهون على البيت بصراحة. يعني لتاريخ اليوم أنا لما بتذكر وقت اللي اجوا لهون، يعني الأولاد تعرف، أو أول موقف بتعرض له، فكان جدا سيء. تنذكر وما تنعاد. أكيد. نطلع منها نرجع للضحكة الحلوة. هل تفكر بالانتقام من الأشخاص اللي أساءوا لك؟ يلا طيب. هلا ليك الأشخاص اللي ساءوا لي يعني صدق بعرفهم يعني، بجوز هم ما بيعرفوني إني أنا بعرفهم، بس ولكن إذا أنا اليوم أنت سئت لي بدي أنتقم منك، وأنا سئت لك أنت بدك تنتقم مني، إذا بدنا نقضي حياتنا انتقام معناتها عايشين بغابة موقف. يعني باختصار إلى الله. إذا لم يكن أعداء، إذا لم يكن لك أعداء فأنت فاشل. يعني إذا في حدا أساء لك معناتها أنت في عندك شيء جيد. وهو الشجرة مثمرة منه لربه. خاطرك مع السلامة. طيب موقف طريف حصل معك أثناء العمل، تذكر إنه موقف حلو بتحس إنه ما بتنساه، يعني مهما حتى لو قطعت 90. موقف جميل. موقف جميل. تعرضت مرة وقفني كمان البوليس السويسري في سويسرا. بصراحة كنت نظامك بشكل كامل، بس أول مرة بيوقفني بوليس بسويسرا فكانت طريفة ومضحكة. عم يسألني قديش طول السيارة اللي لك؟ قلت له 2.5 متر. شاحنة 2.5 متر.
خليتني متأكد، قلت له يعني أكثر كم سنتي أقل كم سنتي. طبعا أنا من الخوف صراحة لأنه لما بتاكل مخالفة وحدة بسويسرا راح تضل سنة كاملة ما تعيش حياة طبيعية في ألمانيا. دبل المخالفات. فضحك، خلي انت خايف، قلت له كثير، خلي اركب سيارتك الله معك. فهذا الموقف ما بنساه. طيب صعوبة مثلا واجهتها لما بلشت بالعمل؟ شو أكثر شيء صعب يعني كان لك صعب؟ اللغة، الشهادة، المجتمع؟ هلا نشوف، في شغلة كانت بشعة وحلوة وطريفة راح أحكي لك عليها. كانت أول سفرة لإلي بسيارتي القديمة الفولفو اللي انباعت. جانا الفولفو. شكلك اخذ ضرة الفولفو يا ابو العباس. جماعة المرسيدس أنا من جماعتكم هلا لا حد يحكي علي. الله يكون بعون ابو العباس. كنت مستعجل ومتلبك. أول سفرة راح أروح فيها بالسيارة ولحالي، لأني أنا أول شيء طلعت مع سائق لبين ما تعلمت شو في بالحدود، شو في مشاكل على الطريق، لحتى الروتين اللي تعودت عليه. فمن عجلتي نسيت الجواز بالبيت، وانت رايح على دولة ثانية، ونسيت الإقامة كمان. ما معي غير كرت السائق والرخصة وشهادة السواقة. دورت السيارة الساعة 3:30 الصبح، رحت على الحدود السويسرية، وصلت على الحدود تحت الهنجار وشافوا هذا الوجه الجديد. على التفتيش. دقن طويلة. وين جاي لي الدقن؟ الله أعلم شو محمل يا أبو العباس. فتنا لجوا على التفتيش، أول كلمة وأول سؤال أوزفايز، جواز يعني هويتك أو بطاقة شخصية وجواز سفرك، أعطيني إياه وننزل. أنا جصداني خلي يطلع الحكي. ما يطلع. قلت له نسيانه بالبيت. قال لي نسيان جوازك بالبيت. قال لي أوزفايز يعني بطاقة الشخصية، نسيانها بالبيت. صورة بس احكي التليفون. حكيت التليفون على البيت، بعتوا لي صورة الإعلان، طلعوا عليه هيك زو، فتشوا السيارة على 24. أنا قلت هلا سجن قتلي. لسه بداية أفكر مثل مخالفة، راح يعبطونا يعملوا لنا شغلة. فلا، بعد ما خلصوا التفتيش، الحمل نظامي، وزن نظامي، كل الأوراق نظامية، كتبوني تعهد إنه مرة تانية ممنوع تنسى. هالمرة راح تفوت وتفضل وترجع، مرة تانية لازم يكون أوراقك كلها معك. دخلت على جنيف، مشواري على جنيف، ما بعرف، حاطط على الGPS العنوان، وصلت بنص الشارع، عطاني لقد وصلت إلى وجهتي. نزل بضاعة نص الشارع. طلعت على اليمين، طلعت على اليسار، طلعت ما في غير شارع وما في ولا أي شيء حواليه، وما بعرف وين بدي أفرغ. اسم الشركة مو موجود بنص الشارع، لقد وصلت إلى وجهتي. نزلت البضاعة. مشيت لقدام للقيت شي دخلي صفيت على طرف، طلع هيك وإذ الشركة من جهة اليمين من جوا ومدخلة من الخلف. فهذا الحكي هلأ بحكيه بثانيتين 3، بس ضليت أكثر من ساعة ونص للقيت الشركة وعرفتها. هاي أحد أصعب الشغلات اللي أنا برأيي بتمر عن سائق الشاحن اللي من خارج ألمانيا اللي مثلنا، وأول مرة وأول سفرة بيصير معه هيك. طيب كيف بتقيم نفسك على أي صعيد أنت بدك إياه؟ قيم نفسي بشكل عام يعني 100 من 10. 100 من 10. لازم نسأل أم العباس، هي بتقيمك أفضل. بما أنه أنت كنت تذكر كتير عمر 40، شو السبب؟ شو السر بعمر 40؟ هلا معروف 40 سنة، هل هي جهلة النساء؟ جهلة 40 يا رب تعين. لسه ما مريت فيها والله، يشهد الله، بس لمر فيها لخبركم مباشرة اني بلشت جهة. عم بغير، ديروا بالكم عم بغير كلام عشان ام العباس يعني خايف. هلا انا اعياد الميلاد ما كتير شوي بهتم فيها، بس بصراحة لما صار عمري 40 سنة
تعرضت لموقف انه بالشركة كانوا عاملين هيك قالقاتو. ف يومتها اكتشفت انه بسن 40 كتير بيحتفلوا فيه بألمانيا. والأغلب هلأ صار بيعرف. أنا عن جديد صرت بعرف. وحكيت انه صار عمري 40 سنة. وكمان تفاجأت بشغلي كمان بالبيت، محل ما بصف السيارة كمان كانوا محضرين لي طاولة حاطين لي قالب كيك لهيك صار عمري 40. وهلأ بس يصير عيد الأم وتعايد أمهاتكم، وكل عام وانتم بخير لأمهاتكم سلف، بتعايدوني لأنه بنفس اليوم. بنفس اليوم. جميل. الأب وأم بنفس اليوم. بالنسبة لأولادك ما ذكرت لنا كم ولد عندك؟ أنا عندي 3 أطفال، بنت وصبيين. صبيين. نعم. طب أولادك الصبيين بتحب إنه يكونوا بأيام مثلك سائقي شاحنة، أو مثلا حدا منه اللي عنده الميول لهذا الأمر؟ لقيت عنده هذا الشيء؟ هلا مع عباس بيضحكني كتير، كل ما بكونه معصب بيقول لي بابا بدي اجيب لك مرسيدس. يعني بده يصير صاحب الشركه. نعم بده يصير صاحب الشركه. هلا انا بالنسبه لي هدفي وهدف اغلب الناس اللي اجت على المانيا هي الاطفال. فانا جبتهم لهون عندهم الخيارات التامه انهم شو يدرسوا وشو يتعلموا وشو يصيروا. انا معهم، وانا برجع بقولها لاولادي ولكل الناس اللي عم بتشوفنا، انت لا تشتغل شغل اذا ما حبيته. فانا ما فيني انصح ابني بهاي اذا ما حبه، وما فيني انصح ابني يكون سائق شاحنة وحببه فيها. انا اتركه هو شو يحب مشان يتقن عمله وينجح فيه. لازم عمله اول شيء يحبه، مثل ما انت حبيت مهنتك وابدعت فيها وحببت الناس فيها، علقت كثيرين فيها يا ابو العباس. طيب في الختام، شو هو هدفك؟ يعني بما انه وصلت لهالسن في الحياة، صار عندك تجربة كبيرة، في عندك هدف اساسي غير صناعة المحتوى مثلا، او بعيد عن المحتوى العمل في الشحنة؟ عندك بعد احلام فينا نقول او اهداف؟ هلق الأحلام والأهداف عند أي إنسان أنا برأيي ما إلى نهاية. هلا أنا في عندي مشروع راح يجهز براس السنة، هذا خارج مجال الشاحنات، مشروع خاص فيني. هذا أحد الأهداف راح يتحقق أو تحقق بالأحرى، بس راح يتم الإعلان عنه بالشهر الأول. وفي هدف كمان على مستوى العائلة ومستوى الجميع للأيام كتير القادمة. أنا عم سير عليه أنا والعائلة، وكل إنسان لازم يكون عنده هدف لحتى يوصل عليه. بالنهاية بدون أحلام الحياة ما شيء. بس ما ذكرت لنا شو هن الأهداف. يعني دخلتنا من هون طلعتنا من هون بس بدون ما تذكر لنا شو هن. هلا بننتظر رأس السنة. يا ما بدك تصرح. هلا بننتظر رأس السنة وراح ينزل فيديو عنه. أسرار. معناتها ترقبوا شيء كبير معناته. يعني بالنهاية أنا بتشكرك دائما على حضورك معنا، وبتشكر هاي الضحكة الجميلة اللي تبعث على التفاؤل دائما. وإذا بتحب تقول شيء للشباب اللي هن جدد في ألمانيا، أو اللي ما عنده الهدف، أو اللي عم يفكروا يشتغلوا مثلك بالأيام، شو كلمة بتحب تقولها للمتابعين أو للناس؟ تحياتي لكم جميعا. بعد فترة طويلة يعني ومعاركة مع العمل والاندماج في العمل وليس بشيء تاني، ومعرفة صارت يعني شوي كبيرة بألمانيا، للي جاي جديد وللي عم يفكر انه يأسس شوي مستقبل له ولأولاده، لبعدين شو راح يصير معه ما راح اتدخل، بس كحياة مبدئية 4-5 سنوات أنا بنصحك نصيحة بهاي البلد. أول شيء أنت بعازة تامة لموضوع اللغة. 2 حاول تدخل بمجال العمل بشكل سريع، ترتاح نفسيا وجسديا ومعنويا ومن جميع الجهات، وحب العمل اللي أنت عم تشتغله، وإن شاء الله هيك نظل نحب بعضنا ونظل ايد وحدة بهالبلد الغربة. واذا واحد منا بعازة مساعدة من الثاني ما حدا يقصر معه، لانه بالنهاية نحن غرباء في بلد ليست بلدنا، حتى بين قوسين لو حصلنا على 97 جنسية ألمانية أو غيرها.
ودائما أنا بحب أقول للناس إنه اللي وصلوا خصوصي لألمانيا ما تنسوا الناس اللي هن ما زالوا بحاجة. بعد ما الشخص قوي يعوده لازم دائما يتذكر أهله كان بسوريا ولا بأي بلد كان. نعم. وكل إنسان تيسرت أموره. في عنا أهالينا كلياتنا موجودين إسا بسوريا. أتمنى من الجميع اللي باستطاعتهم مساعدة أي حدا، وأنا واثق تماما ما حدا بيقصر بهيك موضوع. صحيح. بارك الله فيك، وأنا سعيد جدا. أتمنى لك كل التوفيق بحياتك، وإن شاء الله إلنا لقاءات أخرى. حبيبي يا أبو حميد، تشرفت فيك وبقناتك وبمتابعينك. متابعين وأصدقائي بما أن متابعين أكيد ما بيعرفوك، متابعينك قبل. كل الحب والاحترام لكم، والزيارة كانت جميلة، ومعرفة أخونا السيد محمد كانت معرفة كتير حلوة. تحياتي لكم، تبقوا بصحة وعافية وخير وسلامة. لكم مني كل الحب والاحترام، وإلى اللقاء.